اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هشرح لك ليه تشتري الجي تي 5. مش بس عشان الهديه ال5 اي اللي منزلينها معاها، هي سعرها 11 ونص او 12000 على حسب الاديشن اللي انت هتختاره، بس نازل معاها السماعه ال5 اي بقيمه 3000 جنيه. بس مش دي الحاجات اللي تخليني اروح اشتري الساعه، ومش ده برضو الانبوكسنج اللي هقول لك فيه العلبه والتصميم والكلام ده. لا، العلبه مش جايه معاها اي حاجه خالص غير الشاحن بتاعها، وشكرا على كده. ادي الشاحن زي ما انت شايف اهو. بس انا طبعا بجرب الساعه فايه لسه ما استخدمتوش، انا على الشحنه بتاعتها الاولانيه. ده الانبوكسنج بربع جنيه، ما فيهوش اي حاجه انبوكسنج. طبعا انا بحاول اكون اول حد يعمل لك مراجعه عليه. الجي تي 5 الساعه لسه هتنزل يوم 3/10. احنا النهارده مش عارف الفيديو ينزل النهارده او لا، بس احنا اول ناس تكون نزلنا الفيديو. هشرح لك شرح للحاجات اللي انا خبطت فيها في اليومين اللي فاتوا، حاجات جديده فعلا نزلتها الجي تي 5. طبعا الشرح هيبقى فيه شويه اختصارات شويه لحد ما نجرب الساعه كامله. يلا بينا. بص يا سيدي، اولا هنتكلم عن الشكل والتصميم. عاجبني يعني الشكل والتصميم عاجبني جدا. حفر واوي كده بالليزر على الساعه. بص، حفر واوي كده على بتاع المعدن دي. بص كده. طبعا انت شايف شكل الساعه. الاستراب بتاعنا اخترت البني بصراحه اجربها، لان دي من اكتر الساعات اللي شكلها شيك وممكن تليق على كذا حاجه، سواء هتلبس كلاسيك، هتلبس كاجوال، ايا كان اللي هتلبسه فهو شكلها حلو. تصميم والديزاين بتاعها عاجبني. اول حاجه في الشكل والتصميم قلت الديزاين بتاعها عاجبني جدا. انا عاجبني موضوع ان الاستراب مش زي زمان لازم اقعد اعمله بسوسته من الجنب، لا ده هو زرار بتدوس عليه، دوس على الزرار يفتح لك الاستراب وتقدر تدخله تاني. فلطيف جميل جدا. طيب فيها بقى الحاجات الاساسيه. خليني اقول لك شاشه سوبر اموليد والكلام ده كله. انت كده عارف ساعه ب 11000 جنيه لواوي، وانت شفت معايا مراجعات كتير فيها كل التفاصيل، بترد على المكالمات. بص يا سيدي هقول لك بتعمل ايه. دي الحاجات البيزكس، احنا هنتكلم عن الحاجات الاساسيه، بعد كده نتكلم عن الحاجات الجديده بقى الحلوه. طيب خلينا نبدا بقى نمسك المنيو تفصيليا. اول حاجه من تحت كده تسحبها بيجيب لك ستاره الاشعارات، والكلام فيها بيبقى واضح جدا ما الفرق الحقيقي بين ساعتين. بص حتى اهو حد كاتب لك كومنت عليها اهي. تمام. تسحبها من تحت كده بيجيب لك الستاره بتاعت الاشعارات، ولو سحبتها من فوق بيجيب لك شويه خصائص. بيجيب لك موضوع الميه ده، انك تلوك السكرين، ولو عملت لوك السكرين زي كده، بص مجرد بس انت دوست على اللوك، يعني انا هجيبها لك هي من الاول برضو عشان تبقى انت شايف فيها 2 لوك. بص يا سيدي، لو سحبت ستاره الاشعارات من فوق زي كده هتلاقي لوك سكرين. تمام. لو دوست على اللوك سكرين الشاشه قفلت. بتفتح ازاي؟ تلف الكراون بتاعها كده اهو، الساعه فتحت. تمام. هنسحب ستاره الاشعارات، فيها allow on display، فيها سكرين اون. بص بقى عاجبني موضوع البطاريه ده. الكشاف، بص الكشاف هي حاجه بسيطه بس انا بحبها يعني. بص لما دوست على الكشاف وعملت كده تقدر من الكراون تتحكم في الاضاءه بتاعه الكشاف. حاجه شيك يعني، هي حاجه لذيذه يعني، مش هستفيد بيها قوي بس حاجه لذيذه. السيتنج فيها كل حاجه. فيها طريقه الدفع لان هي بتدعم الان اف سي، ففيها طريقه الدفع وتقدر تحط الكروت بتاعتك عليها، بس هي طبعا الخاصيه دي مش مدعومه في مصر. خلاص خلصنا المنيو. هنقلب المنيو بقى من الجنب. من هنا مش هتلاقي حاجه، هتلاقي الويذر. من هنا يا سيدي هتشوف ادي هنا طبعا ايه الاكتيفيتي بتاعتك، سواء بتجري او بتحرق كالوريز او الكلام ده كله. تمام. وفي بقى شويه ايه تفاصيل كده هخش لك في الحاجات الجديده بتاعتها. فيها مايك وسبيكر. عجبني جدا المايك والسبيكر بتوعها، حتى انا شغلت عليها ميوزك اللي هي بتبقى موجوده، اللي هي البيزك الستاندرد اللي بتبقى موجوده عليها بتاعت هواوي. بص ده صوت الساعه. بص لو انت لابسها. طبعا هنقفل المزيكا عشان الكوبي رايت ما يتقالش، بس ان احنا ايه يعني واخدين كوبي رايت. طيب كل الحاجات دي انت شفتها في كل الساعات، وشفت موضوع ان هي بتقيس الطقس وبتقيس ضربات القلب وبتقيس الستبس بتاعتك والكالوريز والابلكيشن. هو الكلام متكرر. ايه الجديد يا معلم؟ الجديد بتقيس نسبه الاكسجين بس اكيوريت اكتر من الاول. فيها السكين تمبريتشر او بتقيس درجه حراره الجلد، يعني انت تقدر من خلال التست بتاعها تقدر تشوف درجه حراره الجسم بتاعتك ايه. فدي حاجه انا شايفها هيلثي اكتر، وهم رايحين اكتر مركزين في حته الطبيه اكتر، ودي حاجه ممتازه بصراحه. لان انا بشوف ساعه سمارت انا هعمل بيها انا ممكن اجيبها لحد كبير في السن. طيب ايه الفكره بقى ان انا ليه لو انا محتاجها لسجلات طبيه اختار الساعه دي؟ انا هقول لك ليه. الساعه بتقرا كل حاجه. هتلبس الساعه بتقعد معاك بطاريه 15 يوم. هتلبس الساعه هتكتب لك كل ريكوردز لكل الحاجات اللي انت بتعملها، كود الاكتيفيتي. هتقول لك النوم بتاعك، السليب بتاعك ديب سليب، نوم عميق ولا نوم عادي. هتتكلم عن درجه حراره الجلد، هتقول لك هارت ريت.
كل ده من خلال الساعه. فانت عندك شويه مزايا تخليك تجيب ساعه طبيه. انا شايف الساعه دي لو انا هجيبها طبيه وبشكل حلو ومهتم بالحاجات دي ادفع ال 11000 مفيش مشكله وانا مرتاح. وبتقيس ضغط الجو، كل دي برضو حاجات كويسه جدا، وبتديك الارم لو ضغط الجو اتغير، لو انت بتعمل تسلق جبال او بتروح في اماكن ضغط فيها مرتفع، فهي بتقول لك بتديك، ممكن تشغل ان يديك نوتيفيكيشن تقول لك انت كده في ضغط مرتفع ممكن ياثر عليك. طيب فيها ان اف سي، احنا قلنا الان اف سي، انا بس مستغرب شويه من الساعات اللي هي الهاي اند اللي زي دي. الان اف سي بينزل بعد فتره، يعني ممكن مثلا تلاقي الجي 3 ما كانش فيها ان اف سي، مع ان مثلا في المقارنه مثلا ساعه زي الديفيا فيها ان اف سي، فيها ان اف سي، بس ان اف سي هنا بتاع الدفع، ده بتاع الدفع. انت لو عندك كريدت كارد بس انت بره مصر لان الخاصيه دي مش شغاله في مصر، تقدر ان انت تدفع من خلال الساعه، مجرد بس ايه بتقربها من مكنه الدفع بتاكسبت العمليه وتشتغل عادي. تقدر تظبط السكرين اون والاو اون ديسبلاي. الماب فيو بقى ده اللي عاجبني جدا، زي الساعات السامسونج الجي تي 4 كان بيظهر فيها ايه، كنت لما تيجي تشغل الجي بي اس على الموبايل يظهر لك هنا اتجاهات، يقول لك تخش يمين او شمال، ده موجود في الساعه الجي تي 5. طيب خلينا نكمل المنيو بقى. بص يا سيدي، عندك ان هي تقدر تقرا من خلالها الرسائل، الجي بي اس، الهارت ريت ورسم القلب، تقدر تعمل منها مكالمات مباشره. تمام، بتقيس فيها ستوب ووتش، وفيها طبعا بعض الانظمه الرياضيه اللي انت عايزها، وفيها البوصله بتقيس الكالوريز وبتريكورد كل الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها. ده باختصار الشرح السريع للساعه الواوي. ده طبعا اول انطباع، يعني ده اول انطباع. الساعه لسه هتنزل يوم 3/10، مش عارف ما الفيديو ده ينزل النهارده، يعني النهارده او بكره، هيبقى لسه قبل اللونش بتاع الساعه. ده اول تجربه، ده التجربه المبدئيه. انا بقول لك ايه الحاجات الجديده، انا بقول لك بتقيس درجه حراره الجلد، بتقيس ضغط الجو. يعني انا اديتك شويه الفيتشرز اللي لسه نازله جديده، وانا لسه بجرب الساعه بقالي يومين بالظبط، فيهاش ريكوردز كتيره عشان اقدر احكم عليها. بس الساعه بالنسبه لي السنسورز بتاعتها هي اكيريت جدا ومفيش مشكله، لان بعرف منين اكيريت ولا لا، بعيدا عن ان انا بقيس باجهزه او بقيس بساعات تانية زي الابل. لا، الساعه لو انت قالعها السنسور ما بيقراش، فمعنى كده ان هو مش فيك، يعني هو لو فيك هو مش هيقرا الكلام ده. بس ده طبعا ده الشكل بتاعها. ولو انت اشتريتها في الفتره الاولانيه في تاريخ الحجز بتاعها اللي هو 3/10 من ايا كان بقى السيلر اللي هتشتري منها، ما تو بي، دريم، بي تك، ايا كان مين هتشتريها من مين في السوق في مصر، هتقدر تاخد معاها الفري بادز 5 اي فري. انا شايف دي حركه كويسه، يعني برضو الساعه لو ب 11500 وخصم 3000 جنيه واقف عليها ب 8 ونص، حلو حلو مش وحش. في ساعات اغلى من كده وما بتديش نفس الامكانيات دي، فطبعا انا رشحها لك وبقوه. شكلها شيك زي ما انت شايف، ايه رايك؟ بص الحزام، بص الحركات، بس كده. وطبعا زي ما قلت من شويه ان الساعه انا لسه بجربها، ده يعتبر التست التجريبي او الفيديو التجريبي. انا بقول لك المزايا اللي ظهرت معايا، ممكن بعد 15 يوم او 20 يوم او شهر انزل فيديو تاني اقول لك تجربتي فيها ايه. لو انت لسه مش تشتريها دلوقتي اقول لك تجربتي فيها ايه، بس نصيحه لو هتشتريها اشتريها دلوقتي وهي لسه معاها ايه، سماعه ب 3000 جنيه، هتفرق معاك شويه في السعر بتاعها. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان ننزل لك كل الاختراعات الجديده اول ناس. تمام، الى اللقاء.